ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ النهارده ممكن تكون من اطول واكبر حلقات التحليل اللي عملتها، ده لان احنا مش بنتكلم عن فريق عادي، احنا بنتكلم عن فرقه ليفربول مع مدربها المنتظر ارني سلوت، الراجل اللي جه مكان واحد من اعظم المدربين اللي مروا على تاريخ ليفربول وهو الالماني يورجن كلوب. بنشوف ايه هي فكره وايه هي استراتيجيته وايه هي الطريقه اللي جاي يلعب بيها مع ليفربول، ومين اهم اللعيبه اللي ناوي يعتمد عليها في اول موسم ليه. ولكن السؤال الاهم اللي هنعرف اجابته مع نهايه الحلقه النهارده وهو الكينج مو محمد صلاح موقفه ايه مع ارني سلوت؟ هل احنا هنقدر نعتمد عليه ونجيبه في تشكيلتنا ولا لا؟ وهل ممكن يكون في لعيبه ارخص من محمد صلاح نقدر نجيبها في التشكيله بتاعتنا؟ عايز تعرف هتعمل ايه؟ هقول بس قبل ما اقول لك فوق وصحصح وركز معايا وكمل معايا الحلقه الاخيره ويلا بينا. اهلا بيكم جميع مشاهدي ومتابعين قناه برنامج البوب شو. اهلا وسهلا بيكم معاكم ايهاب في حلقه جديده من حلقات برنامج فانتسي البريمير ليج واستعداداتنا للموسم 2024 2025. يا رب كفايه علينا خوازيق السنين اللي فاتت وعايزينها السنه دي تبقى سنه عينه. شرف حلقتنا النهارده هنستعرض مع بعض ايه تاريخ ومسيره ارني سلوت مدرب ليفربول الجديد، ايه هي افكاره، ايه استراتيجيته، ايه طريقه اللعب اللي ناوي يلعب بيها مع ليفربول، ايه هي التشكيله المتوقعه اللي يدخل بيها ارني سلوت الموسم الجديد، وايه هي اللعيبه اللي يقدر يعتمد عليها وممكن يعتمد عليها ونجيبها معانا في التشكيله بتاعتنا، ونجاوب على اهم سؤال عندنا في حلقتنا النهارده وهو محمد صلاح هل هيجيب نقط زي كل سيزون مع ارني سلوت الموسم ده، ولا هل ممكن يكون في لعيبه ارخص منه في تشكيله ارني سلوت ممكن يبقى في تشكيلتنا في الفانتزي الموسم ده. بس يا معلم قبل ما اتكلم قبل ما اقول اي حاجه مش كام دعم اشترك معايا في القناه لو لسه ما اشتركتش معايا لغايه دلوقتي هتلاقي زر احمر تحت مكتوب عليه سبسكرايب، هتدوس عليه تفعله جنب جرس الثبات برضه هتدوس عليه تفعله للكل عشان اول ما اعمل حلقه جديده تجيلك على طول. ولك وشير يا باشا المتين بتاعك ما تسويش لتساعد الحلقه والقناه تكبر تنتشر وتوصل لاكبر متابعين. طب بقى كده على السوشيال ميديا مش محتاج افكرك، فيسبوك انستجرام تويتر تيك توك موجودين في كل حته، خش اشترك معانا املاكه في الاكونتات ديت عشان دايما تبقى متابعني كل جديد بجديد. والدوري بتاعنا دوري قوي وتقطيع وليس للضعفاء، لو قلبك رايف ما بيستحملش اي خوازيق ما تشتركش معانا. كود ولينك الاشتراك بتاع الدوري ده موجود في الديسكربشن تحت صندوق الوصف تحت الفيديو، ده غير كود ولينك الاشتراك برضه في الدوري بتاعنا الهيد تو هيد اللي هيقفل مع بدايه اول جوله في الموسم، يا تلحق تشترك فيه يا ما تلحقش. برضه كود ولينك الاشتراك بتاع الدوري ده موجود في الديسكربشن تحت صندوق الوصف تحت الفيديو، ده غير برضه كود ولينك الاشتراك بتاع الدوري بتاعنا اللي عاملينه في اللعبه الجديده فانتسي تشالنج او تحدي الفانتزي موجود برضه في الديسكربشن تحت صندوق الوصف تحت الفيديو، خش اشترك وريني نفسك. ارني سلوت عزيزي المشاهد هو مش مدرب كبير في السن، بالعكس ده هو مدرب صغير في السن، وواضح ان دي بقت موضه الفتره الاخيره. كان لعيب خط وسط متواضع مش لعيب كبير يعني، وخبرته التدريبيه مش كبيره. 90% من انجازاته في عالم التدريب كانت مع الفرقه الوحيده اللي ضربها بشكل احترافي وهي فرقه فينورد من الدوري الهولندي، اللي قدر في اول سنه يمسك فيها الفريق يوصل معاها للمركز الخامس على مستوى الدوري الهولندي، وقدر في السنه بتاعتها يوصل لنهائيات الدوري الاوروبي اللي وصل فيها للمباراه النهائيه اللي قابل فيها روما الايطالي وخسر قدام، عشان يجي السنه اللي بعديها مع فينورد في الدوري الهولندي يكسب معاها الدوري، ولكن على مستوى الدوري الاوروبي يوصل لربع النهائي ويخرج قدام فرقه روما الايطاليه تاني. وطبعا قدر الموسم اللي فات يشترك في الشامبيونز ليج على مستوى المجموعه بتاعته، احتل المركز الثالث فيها اللي كانت بتضم كل من سيلتيك الاسكتلندي واتلتيكو مدريد الاسباني لاتسيو الايطالي. والناس طبعا اللي بتلعب فانسي تشامبيونز ليج عارفه ان الراجل ده كان عامل شغل كويس جدا، وطبعا ما تاهلش عشان طلع في المركز الثالث وراح الدوري الاوروبي وما كملش فيه وخرج بضربات الجزاء. الظريف بقى ان في الفتره ديت توتنهام كانت عماله تحوم حوالين ارني سلوت وعايزه تجيبه قبل ما تجيب انجي بوستكوجلو، ولكن الراجل طبعا امه ده عياله، والراجل قرر انه يجدد مع فينورد تاني علشان يجي الموسم اللي بعده يتعاقد مع ليفربول ويمسك فرقه من اقوى الفرق في اوروبا والعالم الفتره الاخيره عشان يكون خليفه واحد من اعظم المدربين اللي جم على مر التاريخ في تاريخ ليفربول وهو يورجن كلوب الالماني اللي عمل مسيره رائعه بنى فيها الفريق واحده واحده طوبه طوبه، واختار لاعبته بعنايه عشان يرحل بعد انجازات كتيره عملها للنادي، وتكون حفله وداعيته اسطوريه لدرجه ان حفله التوديع بتاعه كانت الاكثر مشاهده السنه اللي فاتت من الناس اللي كانت بتحتفل بتتويج السيتي بالدوري بتتفرج عليه، ويكون فيها اشهر لقطه ما شفناهاش ابدا في تاريخ كره القدم وهو بينده بعلو صوته على اسم المدرب الجديد اللي هيمسك وراه، كواحده من انظر اللقطات اللي ممكن تشوفها في حياتك.
ويسيب كلوب لأرن سلوت لعيبة ومنظومة مرعبة، ولكن محتاجة لفكر جديد ونفس جديد. خلي بالك يا عزيزي المشاهد، الفلسفة اللي بيلعب بيها أرن سلوت مش مختلفة كتير عن الفلسفة اللي كان بيلعب بيها يورجن كلوب. الراجل بيحب يلعب بطريقة 4-2-3-1، وبيحاول دايما يعتمد على الضغط العالي، وإنه يحاول يضغط بأكبر عدد من اللعيبة في التلت الهجوم. وأعتقد إن حاجة زي كده كانت واخداها بعين الاعتبار إدارة ليفربول وهي بتتعاقد مع أرن سلوت، طبعا عشان الفرقة ما تتوهش والفرقة ما تتهدش، ويحاولوا يحافظوا على أكبر عدد من اللعيبه اللي ممكن يفكروا ان هم يمشوا ورا يورجن كلوب. طبعا بقى ارني سلوت لو نجح مع ليفربول الموسم ده انه ياخد الدوري، يبقى كده نط سنين ضوئيه كان مستنيها مع ليفربول، وساعتها ممكن نشوف عدد كبير من اللعيبه اللي كانت بتفكر في الرحيل لا ما ترحلش وتفضل في الفرقه. اهمهم طبعا هو ترينت الكسندر ارنولد، اللعيب اللي ريال مدريد بتنوي التعاقد معاه الموسم الجاي بشكل مجاني. خلي بالك عزيزي المشاهد ان ارني سلوت طريقه اللعب بتاعته نقدر نقول عليها خليط من 3 مدربين، واخد شويه من جوارديولا، على شويه من يورجن كلوب، على شويه من انجي بوستوكوغلو بس بعقلانيه شويه، لان بيكون عنده اهتمام شويه بالدفاع، خصوصا في فكره اعتماده على الاثنين باكات بتوعه. يعني بدل ما يطلع بالاثنين باكات والاثنين باكات تلاقيهم بيطيروا وبيهاجموا، لا واحد منهم بيطلع والتاني بيستنى وبيتبادلوا مع بعض. وارني سلوت اهتم قوي ان يكون دايما يخلي لاعيبته على مسافات قريبه من بعض. وده ليه؟ علشان هو بيهتم بعمليه البيلد اب بالكوره اللي بيطلع بيها من تحت من عند حارس المرمى. فكره بقى الكرات الطوليه الطويله اللي بتترمي لقدام من المدافعين اللي ورا اللي كان بيعملها يورجن كلوب، لا ارن سلوت ما بيعملهاش. ارن سلوت اهم حاجه عنده هو البيلد اب، يطلع ازاي بالكوره من عند حارس المرمى لقدام. لا احنا هنفضل نباصي لبعض وناخد 1 2 كده مع بعض لغايه ما نطلع بالكوره. طبعا بقى ده يخلي اول واحد مهم جدا في منظومه ارن سلوت مع ليفربول هو حارس المرمى. بالمناسبه هو معجب جدا بكالهر. طبعا هو اليسون ما انضمش للفرقه لغايه دلوقتي، ولكن طبعا في انباء كتيره بتتكلم على ان اليسون راحل عن الفرقه. وبصراحه ما استبعدش ان اليسون لو ما كانش مركز ولقيناه بيتاخر في قراراته وبيسرح والكره تتخطف منه، ودايما قراراته متاخره وما بيتصرفش في الكوره بسرعه، ما استبعدش ان على نهايه الموسم نشوف كالهر هو الحارس الاساسي. ان بطريقه لعب ارني سلوت اللي عايز يلعبها مع ليفربول، اليسون بيكر ممكن يكون كارثه على منظومه ارني سلوت. بعد حراسه المرمى كاهم مركز موجود في منظومه ارني سلوت الجديده يجي مركز الباكين. ارني سلوت بيهتم بشكل كبير في عمليه بناء اللعب وعمليه الخروج بالكوره على الاثنين باكات بتوعه، سواء الظهير اليمين او الظهير الشمال، وبيميل شويه للظهير الشمال ولكن ممكن يلجا للظهير اليمين الموسم ده اكتر من الظهير الشمال. والظريف بقى احنا دايما نسمع المدربين اللي يستخدموا الباكات بتاعتهم نلاقيهم بيطيروا الباكات ويفتحوا الملعب، او مثلا زي انزو ماريسكا الباكات بيضموا للعمق. لا ده عامل حاجه جديده، هو بيستخدم الباكات بتوعه علشان يقفوا ما بين الخطوط، عشان يعرف يعمل 1 2 مع الحارس المرمى ومع قلبين الدفاع وياخد الكره ويطلع بيها. ويهمه دايما ان في الباكات بتاعته دايما يبقى عندها سرعه الحركه، زي ما قلت لك قراراتها تكون سريعه، تعرف تعمل 1 2 مع السنتر باكات او مع حراسه المرمى وتاخد الكره وتطلع بيها، وممكن توصل بيها لل 18 كمان. ولا وعايزه كمان يكون شويط ورجله حلوه وسريع. وطبعا بقى باك بالمواصفات ديت هيلاقيها في ترينت الكسندر ارنولد، اللي اقدر اقول لك ان هيكون حجر الاساس في منظومه ارن سلوت الموسم ده. قول يا الله، طب انت ما جبتش ترينت الكسندر ارنولد معاك في التشكيله بتاعتك ليه؟ عايز المشاهد ترينت لسه متضم للمعسكر بتاع ليفربول، مش هيلحق يلعب معاهم ماتش ودي غير ماتش واحد بس. قول على الاقل محتاج 3 4 ماتشات كمان على ما يفهم دماغ ارن سلوت والمنظومه بتاعته وطريقه اللعب بتاعته. ساعتها ترينت الكسندر ارنولد هيكون لعيب مهم في تشكيلتنا كلنا. بس بوب انت مش قلت لي ان هو بيحب يلعب بالباك الشمال اكتر من الباك اليمين؟ يعني كده المفروض نلاقيه بيعمل الحاجات ديت هو روبنسون مش ترينت الكسندر ارنولد. معاك حق عزيزي المشاهد، بس هل روبنسون هيقدر يعمل الحاجات اللي بيعملها ترينت الكسندر ارنولد؟ خصوصا هنا انا لو هكلمك عن دقه التمريرات والرؤيه في الملعب وشوط من بعيد. المشكله بقى عزيزي المشاهد مش في كل ده، المشكله ان في المنظومه الجديده والتكتيك الجديد اللي عايز يلعب بيه ارن سلوت هيظلم معاه واحد زي محمد صلاح. او خليني اكون دقيق اكتر، هو هيكون مفيد لمنظومته في ارضيه الملعب لكن مش هيكون مفيد بالنسبه لنا فانتازيا. واحتمال كبير نلاقي محمد صلاح فانتازيا مش بيعمل نفس الارقام اللي بيعملها كل سنه. من جهه اولا كبروا في السن وارقامه بدات تقل كل موسم عن التاني. طبعا انت لو جيت راجعت كده شفت الارقام بتاعت كل موسم، النقط اللي بيجيبها محمد صلاح في نهايه الموسم هتلاقي ان الموسم اللي فات هو اقل موسم عمل، وده شيء طبيعي لكبره في السن وقله سرعته وقله المجهود اللي بيقدر يعمله. وحط عليهم كمان امكانيه رحيله عن ليفربول الموسم ده، يعني ممكن يرحل عنهم في الانتقالات الشتويه او بعد نهايه الموسم. غير كده وكده معدل احتفاظ محمد صلاح بالكوره مع سرعته قل بشكل كبير. طبعا دي حاجه مش مفيده ابدا لارن سلوت في المنظومه بتاعته التكتيك اللي بيلعب بيه. لو هتيجي تعمل مقارنه سريعه ما بين محمد صلاح مع ليفربول ومن طمع في نورد الهولندي لما كان بيلعب تحت قياده
ارن سلوت، الراجل اللي كان في الدوري الهولندي مكسر الدنيا. طبعا بالمناسبه هو دلوقتي راح وانضم لصفوف فرقه برايت. هتلاقي معدل احتفاظ من طاب الكوره مع السرعه اكبر بكتير من محمد صلاح، فطبعا في احتمال كبير جدا ان محمد صلاح يتظلم في المنظومه الجديده بتاعت ارن سلوت. بس انت عارف عزيزي المشاهد الطريقه والتكتيك الجديد اللي هيلعب بيه ارن سلوت هيفيد مين في منظومه ليفربول؟ بس بص انا هقول بس من غير ضحك، داروين نونيز عزيزي المشاهد، ايوه ما تتفاجئش، هيفيد داروين نونيز بشكل كبير، وخصوصا لو فاق وركز وصحصح وبص على الجون وهو بيشوط. اقدر اقول لك ان داروين نونيز هيكون هداف ليفربول الموسم ده. اضحك اضحك انا عارف، بس هتيجي تشوف بعد كده نونيز ده هيبقى عامل ازاي. طبعا الدليل على كلامي ان طريقه اللعب بتاعت ارن سلوت ديت عامله ازاي، بيعتمد فيها على المهاجم بتاعه. طبعا الدليل على كلامي ما تيجي تبص على واحد زي خيمينيز مهاجم في نورد، الراجل طلع المركز الثاني على ترتيب الهدافين في الدوري الهولندي. مركز المهاجم اقدر اقول لك عليه هو ثالث اهم مركز بعد حراسه المرمى والباكات عند ارن سلوت، خصوصا ان ارن سلوت بيحب دايما انه يعتمد على العرضيات سواء كان من الجنب اليمين او الجنب الشمال. عايز مهاجم يعرف يتصرف مع العرضيات ديت، انه يحط مثلا رجله قبل المدافعين، يطلع بالهيد بالدماغ ويحطها في الجون. والنقطه دي بالذات داروين نونيز مميز فيها. داروين نونيز جاب الموسم اللي فات 9 تجوان، 3 منهم كانت بالراس. والراجل راح اتصل بداروين نونيز وقال له انت مهم جدا عندي في التشكيله والمنظومه بتاعتي. قال له معايا باذن الله هتكون نجم ليفربول الاول. فمش هستبعد ان انا اشوف ارن سلوت بيبدا بداروين نونيز ويحاول يطور منه، عشان لو فشل داروين نونيز انه يركز ويبص على الجون ويشوط ويبطل الهبل والعته اللي هو بيعمله ويضيع الاجوان السهله اللي بيضيعها، جاكبو بمنتهى السهوله هياخد مكان. طبعا انت لو عايز تتاكد اكتر واكتر من كلامي هتبص كده على الماتشات الوديه اللي لعبوها لغايه دلوقتي في البري سيزون. كل الناس اللي لعبوا في مركز المهاجم كلهم طلقوا. محمد صلاح لعب شويه، ديجو جوتا، هارفي اليوت، سابوسلاي لعب تحت هارفي اليوت، واحتمال كبير نشوف داروين نونيز بيتالق مع ارن سلوت الموسم ده، وخصوصا بقى لو كان واد غلاوي واسود من جوه كده وحب يثبت قد ايه ان يورجن كلوب كان ظالمه، فنلاقيه بيكسر الدنيا وطلع بقى نار من بوقه يبقى تنين مجنح مع ارن سلوت. اللي كان في لقطه في وداعيه كلوب محدش من الناس خد باله منها، داروين نونيز في الصفه بتاعت اللعيبه اللي كانوا واقفين في الممر اللي كانوا عاملين له يورجن كلوب ما كانش بيسقف ليورجن كلوب. احتمال كبير تلاقي الراجل ده يقلب تنين مجنح الموسم ده. برضه من الناس اللي ممكن تكون مهمه جدا في منظومه ارن سلوت الجديده وهو السنتر باك الديناميك، الراجل الخفيف السريع الرشيق اللي يقدر ياخد الكره ويعمل مدوره كده ما بينها وما بين السنتر باك التاني وما بين حراسه المرمى، يقدر كده ياخد الكره ويطلع بيها بسهوله من تحت الضغط، ولو يقدر يوصل الكره للعيب رقم 10 يقدر يوصلها او للاثنين الجناحات بتوعه. بيكون سريع وعنده سرعه كبيره في ارتداد الدفاع ويعمل التغطيه المطلوبه منه، خصوصا لما يبقى الناس بتهاجم قدام بشكل كبير. وغالبا ارن سلوت لقى اللي بيدور عليه هو كوانسا. عزيزي المشاهد الراجل اللي تالق بشكل كبير في البري سيزون، الراجل عمل ماتش عالمي قدام ارسنال، ما استبعدش انه يكون ليه مكان اساسي جنب فان دايك، خصوصا ان كوناتي ما شاركش اساسي مع ليفربول في الماتشات بتاعت البري سيزون، ولما شارك في الماتش بتاع مانشستر يونايتد كان ليه بعض الهفوات، ده غير تاريخه مع الاصابات. واصلا ارن سلوت بيحب يتعامل مع الشباب ومع الفئه الصغيره في السن. الراجل طبعا جاي يبني فرقه ليفربول للمستقبل، طبعا بالتكتيك وبطريقه اللعب وباسلوب وستايل اللعب اللي بيلعب بيه ارن سلوت خلى فرقه زي فرقه فينورد الهولندي تكون من اقل الفرق اللي بتتحط تحت ضغط. هتلاقي ان ارن سلوت مع فينورد الهولندي بتتشاط عليه اقل تسديدات على المرمى، يعني ما بيتشاطش كتير على الجون بتاعه، لان الراجل من فلسفته من الحاجات اللي مؤمن بيها انه يحاول على قد ما يقدر يقلل عدد اللمسات اللي موجوده في الثلث الدفاعي بتاعه، ويحاول على قد ما يقدر ما يحتفظش بالكره كتير ورا. عشان كده ممكن تلاقي ارقامه الدفاعيه ممتازه جدا. عشان كده لما تلاقي فرقه زي فرقه ارسنال وهي بتعمل ضغط عالي على فرقه ليفربول في الماتش الودي اللي لعبوه، ارسنال اتبهدلت جامد. طيب تعالوا كده نبص على شويه صور ونحلل الكلام اللي احنا قلناه ونشوفه على ارض الواقع. الصوره اللي قدامك دي عزيزي المشاهد من ماتش ليفربول وارسنال. لو طبعا عايز تبص وتلاحظ كده حاجه غريبه في الصوره ديت، هو برادلي موجود فين؟ برادلي موجود المفروض في الحته اللي بيبقى موجود فيها محمد صلاح. الراجل تقريبا هو اكتر واحد متقدم في المنظومه كلها. محمد صلاح فين؟ بره ال 18 اصلا. وعلى الناحيه الثانيه زي ما انت شايف بيزيد قصاده تسيميكاس، راجل الكوره دي هتوصل له ويقدر يجيبها جوه. طبعا مع الكلام اللي احنا قلناه ان ممكن محمد صلاح يتظلم في منظومه ارن سلوت الجديده، ما تيجي تبص كده على الصوره اللي قدامك اللي برده من ماتش ارسنال وليفربول، محمد صلاح برده بره ال 18. تيجي تبص كده جوه ال 18 موجود مين؟ كارفاليو، هارفي اليو، منطقي طبعا المهاجم ديجو جوتا موجود على حدود ال 18 وهيزيد دلوقتي يعمل زياده هجوميه كبيره جدا تسيميكاس. برادلي موجود فين؟ برده على حدود ال 18. لا فكره ان انا ممكن ما اجيبش محمد صلاح معايا في التشكيله بتاعتي ممكن جدا. طب سيبك من كده، تعال بص على اللقطه الثانيه برده دي من ماتش ارسنال وليفربول. الكوره دي طبعا هيشمعها هارفي اليوت من فوق المدافعين، هتروح لكارفاليو اللي هيحطها جوه. مين موجود جوه ال 18؟ كارفاليو اللي المفروض كان بيلعب جناح شمال، سابوسلاي اللي المفروض كان بيلعب مركز رقم 10 اللي بالمناسبه كان ساعات بيبدل مع هارفي اليوت زي ما انت شايف. سيميكاس موجود فين؟ على حدود ال 18 وبيعمل زياده الهجوميه بتاعته. الاهم بقى من كل ده محمد صلاح فين؟ زي ما انت شايف واقف بعيد هناك. فانا ده برضو ياكد لي ان محمد صلاح ممكن يتظلم جدا في المنظومه الجديده
الجديده بتاعت ارني سلوت، وان حرفيا واحد زي هارفي إليوت وواحد زي سوبوسلاي لا ممكن يلاقي لهم فرصه كبيره جدا ان تالق الموسم ده مع ارني سلوت، ده غير المهاجم سواء بقى كان دييجو جوتا او داروين نونيز. طب سيبك من كده، تعال بص على الماتش الثاني بتاع مانشستر يونايتد وليفربول. دييجو جوتا على الطرف هناك اهو ده اللي معاه الكوره. تعالى كده بص بقى على تسيميكاس وبرادلي فين؟ ادي تسيميكاس على الناحيه الشمال من ال 18 وادي برادلي على الناحيه اليمين من ال 18. مين بقى جوه ال 18؟ واحد زي هارفي إليوت وكارفاليو. محمد صلاح فين؟ بره ال 18. طبعا دي تبين قد ايه ان محمد صلاح بعيد عن المرمى. طبعا هو مش طول الماتش بعيد عن المرمى، ولكن اغلبيه الماتش بعيد عن المرمى. محمد صلاح ممكن يساهم بجول، ممكن يساهم باسيست، اغلبيه الماتشات ممكن يكون اسيستات، ولكن كجوان واسيستات ما برضه ممكن يعملها هارفي إليوت او يعملها سابوسلاي او يعملها واحد زي ارنولد. خصوصا ما تيجي تبص كده على الصوره اللي بعد كده عندنا برضه من ماتش مانشستر يونايتد، برادلي واقف فين؟ واقف جنب محمد صلاح جوه ال 18. تقول ليه ده يا بوب؟ يعني انت عايز تقنعني ان ممكن ترينت الكسندر ارنولد يغنيني عن محمد صلاح؟ طب بص كمان دي عزيزي المشاهد اللقطه ديت وانت تحت، برضه دي نفس اللقطه من نفس الماتش مانشستر يونايتد وليفربول. محمد صلاح معاه الكوره هيبصيها لمين؟ لبرادلي اللي جاي من ورا. شوفوا هيعمل الزياده الهجوميه وهيزيد قدام ازاي. سيبك من برادلي، الناحيه الثانيه شايف مين فاتح هناك على الناحيه الثانيه؟ سيميكاس برضه عامل زياده هجوميه مرعبه. لو عايز تتاكد اكتر بص على اللقطه ديت من الماتش الاولاني بتاعهم اللي لعبوه في البري سيزون قدام ريال بيتيس. محمد صلاح فين؟ محمد صلاح متطرف خالص بره ال 18، بيباص لمين؟ مين اللي ضامم جوه ال 18 وداخل بالعرض؟ برادلي. وطبعا زي ما انت شايف مين كمان جوه ال 18 معاه؟ هارفي إليوت. غالبا عزيزي المشاهد من الاخر عشان نبقى واضحين في الصوره، محمد صلاح هتلاقيه بياخد دور صانع اللعب، مثلا هو اللي بيفتح اللعب، هو اللي بيعمل اسيستات، هو اللي بيستلم الكره ويستنى برادلي او يستنى ارنولد يفتح من وراه، هو اللي يعمل الكره العرضيه، هو اللي يوديها لنونيز. ممكن بعض الاوقات تلاقي محمد صلاح جوه ال 18 بيخطف جون وهو اللي يعمل الزياده الهجوميه مفيش مشكله، ولكن فكره ان يكون معاك حد من الباكات وخصوصا ترينت الكسندر ارنولد وجبت واحد معانا تاني على مستوى خط الوسط مثلا واحد زي سابوسلاي او هارفي إليوت، وهنشوف مين اللي هيلعب مركز 10 ومين هيبقى ما هو اللي ماسك اساسي في الفرقه مع داروين نونيز في الهجوم لو تالق. اي اتنين من الثلاثه دول غني وكافي عن محمد صلاح. يعني انت مثلا لو رحت جبت ارنولد او جبت جوتا لو لعب مهاجم او جبت داروين نونيز لو لعب مهاجم، الاثنين هيبقوا على بعض تقريبا عاملين 14 مليون ونص، وصلاح ب 12 مليون ونص، فرق 2 مليون وجبت 2 لعيب. من الاخر عزيزي المشاهد خليني اقول لك ان ارني سلوت نقدر نقول هو نسخه اكثر عقلانيه من يورجن كلوب، نسخه اقل تهورا، اكثر تحكما في الكوره، اقل فقدانا للكوره، ودايما بيحاول الاعتماد على اللعيبه كلها والمنظومه كلها زي كلوب اللي كان دايما حجر الاساس بالنسبه له في تشكيلته، ودايما بيعتمد على محمد صلاح او ان اللعب دايما يكون مبني على محمد صلاح. طبعا ده كان واضح في التصريحات الصحفيه اللي كان بيعملها ارني سلوت بعد الماتشات الوديه وخصوصا ماتش ارسنال، لما الصحفيين قالوا له محمد صلاح قدم مستوى كويس قوي الماتش ده، الراجل رد بمنتهى البساطه قال لهم محمد صلاح لعيب كويس وقدم مستوى كويس، بس هيكون من الظلم ان اقول ان محمد صلاح بس هو اللي كان كويس، لا ده الفرقه كلها كان مستوى كويس. نيجي بقى للسؤال الاهم اللي موجود في حلقتنا، هل ارني سلوت بطريقته ديت ممكن ينجح مع ليفربول؟ والاجابه عزيزي المشاهد طبعا ده هينجح وينجح وينجح. اولا لان عنده كل العناصر اللي محتاجها سواء كان على مستوى الاجنحه او مستوى الباكات او حتى حراسه المرمى وقلوب الدفاع، الا مشكلته هتكون في مركز واحد بس وهو مركز اللعيب رقم 8، اللعيب اللي يكون صلب ويقدر يحتفظ بالكوره ويقدر في حاله الهجمات العكسيه انه يقدر يقطع الكوره من الخصم. واضح كده ان ارني سلوت مش لاقي الميزه دي عند اندو. غالبا الراجل هيشتغل السيزون ده باللعيبه المتاحه قدام، لكن هتلاقيه السنه الجايه محتاج جناح يمين وجناح شمال، محتاج مهاجم شاب وممكن يفكر في حارس مرمى غير اليسون، ده غير اللعيب رقم 8 اللي ممكن يجيبه من الموسم. قلت له يا بوب طب من الاخر انا لو عايز اتارجت لعيبه وعايز اجيب لعيبه من ليفربول مع ارني سلوت اجيب مين؟ بص عزيزي المشاهد هم 3 لعيبه ممكن تفكر فيهم ما لهمش رابط. داروين نونيز على مستوى مركز الهجوم وخصوصا لو اثبت تالقه واثبت كفاءته، وطبعا لو فضل احول زي ما هو بيشوط بره الملعب وما بيعرفش يركز وقعد يضيع في الكوره زي ما كان بيضيع قبل كده، هتلاقي جاكبو خد مكانه وترينت الكسندر ارنولد واللعيب اللي هيلعب في مركز رقم 10. اقدر اقول لك ان فكره هتحدد مين هيلعب مركز 10 ده هيكون موضوع صعب، ان الراجل بيعمل مداوره ما بين ال3 لعيبه على مستوى خط الوسط، كل واحد فيهم بيمسك رقم 10 شويه، مره تلاقيه سابوسلاي، مره تلاقيه هارفي إليوت، ممكن تلاقيه ماكاليستر بقى لما يبدا ينضم للفرقه، الا بقى لو قرر انه ماكاليستر يمسك رقم 8 والاثنين يتناوموا مع بعض على مركز رقم 10، واحد زي هارفي إليوت وواحد زي سابوسلاي، وكوانسا من الدفاع علشان راجل رخيص. لكن من الاخر من النهايه يعني لازم يكون معاك 2 من فرقه ليفربول، عنصر دفاعي وعنصر هجوم. عنصر دفاعي زي ما قلت لك مهم جدا يكون معاك ترينت الكسندر ارنولد، بس ده ممكن تصبر عليه 3 4 جولات لغايه اما الراجل كده يفهم الراجل المدرب بتاعه ده عايز منه ايه. في ال3 4 جولات دولت ممكن تفكر تجيب كوانسا لعيب رخيص واعتقد انه هيكون اساسي. هو هيبان على العموم من الماتش الاخير اللي هيلعبوه الوديه الاخيره هيبان ايه التشكيله الاساسيه اللي هيلعب بيها ارني سلوت، ومحمد صلاح يكون
يكون معاك بس في اول 3 4 جولات، وبعد كده تقدر تبيع محمد صلاح وتاخد الفلوس دي تحطها على كوانسا وتجيب مكانه ارنولد، وساعتها بقى هيكون بان مين مركز 10 ومين متالق تحت قياده ارن سلوت، داروين نونيز، سابوسلاي ولا هارفي اليو. وساعتها اختار ما بين الثلاثه دول العنصر الهجومي بتاعك. بس كده تكون وصلت حلقتنا النهارده. اتمنى الحلقه ما تكونش طولت مني واكون قدرت اساعدك واقول لك كده ارن سلوت بيلعب ازاي واهم اللعيبه تحت قيادته اللي لازم نركز عليها وتكون معانا في التشكيله بتاعتنا، واكون قدرت اجاوب على اهم سؤال بيدور في دماغك، هو محمد صلاح لازم اجيبه ولا لا؟ واتمنى الخير والسعاده والتوفيق لكل الناس، وانتظروني في الحلقه القادمه ان شاء الله، وارجوكم دايما خليكم معايا.